كريستيانو رونالدو خلع القميص بتاعه واداه لشيكابالا، وشيكابالا رفض ياخد القميص. كلام كتير بنسمعه يا جماعه، حاجه مش معديه على عقل بني ادم من الاخر. والكابتن سيد عبد الحفيظ راجل في النادي الاهلي، هل يستحق يسيب النادي الاهلي في الفتره دي ولا لا؟ هنتكلم في الموضوع ده. متابعه يا صاحبي، واعمل لايك للفيديو. مبدئيا كده عشان اجيلك دغري، كريستيانو رونالدو ما بيعملش اي حاجه الا ما بيكون مفكر فيها كويس قوي وسايب لها اثر بعدين. راجل بيلاعب فريق الزمالك، فريق مصري له شعبيه مصريه كبيره. الراجل راح لشيكابالا اللي هو كابتن الفريق. شيكابالا لعب في النادي اللي كان بيلعب فيه كريستيانو في البرتغال، وراجل راح لشيكابالا خلع التيشيرت واداه لشيكابالا وقال له هات التيشيرت بتاعك. لقطه زي دي هتخلي الدوري المصري بجماهيره بشعب مصر تعلق على اللقطه دي. اصبح حركه زي بتاعه كريستيانو انه يخلع التيشيرت ويروح يديه لواحد زي شيكابالا، راجل هتعلم مع مصر كلها. فكريستيانو رونالدو ماشي بمثل: كبر اللي حواليك هتكبر بيهم. رغم ان كريستيانو عارف كويس قوي حجمه، وعارف العالم كله بيتكلم عليه ازاي. وشفنا ناس على السوشيال ميديا طالعين يقول لك شيكابالا رفض ياخد تيشيرت كريستيانو. اذا كان شيكابالا لما خد تيشيرت كريستيانو الجمهور قعد ينادى على شيكابالا عشان ياخد التيشيرت، شيكابالا قال لهم يعني هيتكلم يقول ايه؟ فيا جماعه انت لازم تفهم، واي حد بيرفع حاجه لازم يفهم ان بعد كل ماتش مؤتمر صحفي. فانا راجل بدلت معاك التيشيرت، ما ينفعش ان انا اروح اعمل مؤتمر صحفي بفالنة النصر وانا راجل زملكاوي وبلعب في فريق الزمالك، وهكذا. فطبعا كريستيانو مشي، اكيد هياخد التيشيرت يحطه يحتفظ بيه ويلبس تيشيرت النصر يروح يعمل بيه لقاء زي ما عمل شيكابالا المدرب جه قام مديله تيشيرت نادي الزمالك وقام واخد تيشيرت بتاع كريستيانو. الناس قالت لك ازاي ده راجل رفض ياخد تيشيرت كريستيانو؟ يا عم مفيش الافلام دي، وبطلوا افلام عشان الترندات وتخلي واحد 13 14 سنه يعرف معلومه غلط. نيجي بقى يا صاحبي لموضوع سيد عبد الحفيظ، ان هو هل يستحق يسيب النادي الاهلي؟ بقول لك يستحق يسيب النادي الاهلي في الوقت ده. موسم جديد، نشوف مدير كرة تاني ما بيعترضش على حكام، ما بيعملش مشاكل، ما بيثيرش للجدل. النادي الاهلي ماشي في خطى، راجل جاب صفقات، راجل واخد بطولات الموسم اللي فات، فعايز يقفل على نفسه. مع سيد عبد الحفيظ الاهلي مش هيقفل على نفسه. عشان اجيب لك بقى الناهيه، طبعا اي حد بيتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي بيتجاهله. وبعدين في نقطه: سيد عبد الحفيظ يفضل مدير الكرة للنادي الاهلي الا في حاله واحده، في وجود الفار. طول ما موجود فار في مصر ما ينفعش سيد عبد الحفيظ يمسك مدير الكوره في النادي الاهلي، لان بيعترض كتير، بيتكلم على الحكام كتير، بيقول لك انا متعرضين للظلم كتير وفي فار. يعني انت راجل لما تيجي تعترض على ضربه جزاء او فاول جه منه ضربه جزاء، اعتراضك ملوش اي لازمه. فاقاله سيد عبد الحفيظ دي حاجه كده في الاداره لها لغز هم اللي فاهمينه، بس انا من وجهه نظري ان سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي لازم يبعد شويه عن الفريق علشان الفريق يدخل في قمه تركيزه، ولا في بقى النادي الاهلي يحتك بقى اصل قال لمرتضى منصور او قال اللي مش عارف لمين ومين ومين والكلام ده كله. اي نعم الراجل مشجع وبيحب النادي الاهلي على عيننا وعلى راسنا، انما كاداره وكشغل مغلق لا. السلام عليكم.